السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نتابع بدروس الفيزياء درس الطاقة. درس الطاقة في عنا أول سؤال س1، عرف الطاقة. طيب، كل شيء يتحرك فهو يمتلك طاقة. كل جسم متحرك حتما يمتلك طاقة، وإذا لم يمتلك طاقة لا يمكن أن يتحرك. لذلك الطاقة بالتعريف هي قدرة الجسم على القيام بعمل ما، فمن لا يملك طاقة لا يستطيع أن يقوم بعمل. السؤال الثاني، ما هي وحدة قياس الطاقة؟ طبعا وحدة قياس الطاقة في الجملة الدولية، والمقصود بالجملة الدولية أي في كل دول العالم تأخذ نفس القياس، وهي الجول، سواء كانت كامنة حركية أي شيء. متى قلنا طاقة وعمل دائما بالجول. السؤال الثاني، طبعا من الطاقات طاقة الرياح، طاقة المياه، الشمسية، الضوئية، الحركية إلى آخره. طبعا السؤال الثالث، ما هي أنواع الطاقة الميكانيكية؟ الطاقة الميكانيكية تنقسم إلى قسمين يا حضرات. أول شيء اسمها الطاقة الكامنة، وسنشاهد نوعين، الطاقة الكامنة نوعين، والثاني هي الطاقة الحركية. طاقة كامنة وطاقة حركية. الطاقة الكامنة بيرمزوا لها اي بي، والطاقة الحركية اي كي. الطاقة الكامنة على فكرة نوعين، اي بي. عندي إذا كان جسم يتحرك في الهواء، يتحرك في الهواء طبعا ويرتفع عن سطح الأرض، طبعا نأخذ شو اسمها الطاقة، انتبهوا لي، الطاقة الكامنة الثقالية، أي للتغلب على قوة الثقل، ثقالية. في الأجسام المرنة مثل ايش؟ مثلا معنا مثلا نابض بنشده بنتركه بيرجع لأصله، بالون عصيناه وتركناه عاد رجع لأصله، تمام. مطاطة أي شيء، هي اسمها الطاقة تختزن فيه طاقة كامنة مرونية، أي ناتجة لمرونة النابض، مرونة السفنجة، مرونة الطابة، مرونة البالون. بسموها طاقة كامنة ثقلية، بسموها طاقة كامنة مرونية، تمام. طبعا نحن ليس بصدد دراسة الطاقة الكامنة المرونية الآن، وإنما فقط الطاقة الكامنة الحركية الثقلية. السؤال رقم 4، ما هي الطاقة الكامنة الثقلية؟ وهي الطاقة التي تختزن، انتبهوا، كامنة يعني تكمن، يعني بألبس شيء بصير. كامنة يعني كلمة تكمن يعني تختبئ، تختزن في الجسم. ليش؟ نتيجة بذل عمل ما لرفع هذا الجسم مسافة اتش ولكن عن سطح الأرض، أي للتغلب على قوة الثقل، تمام. هذا هو التعريف للتغلب على قوة. يعني أنا معي حجر أو قلم، هذا القلم طاقته الكامنة 0 لأنه عند سطح الأرض، بدأت أرفعه، بدي أبذل عليه عمل لأرفعه لفوق. هذا العمل سيختزنه القلم على شكل طاقة كامنة، والدليل على ذلك إذا تركته حر يعود للحركة من جديد. والدليل عند ترك الجسم حرا يسقط باتجاه
الأرض. طيب السؤال الخامس هي: ما هو قانون الطاقة الكامنة الثقلية؟ يعني شو القانون اللي بحسب فيه الطاقة الكامنة الثقلية؟ حضرات بدنا نحفظ الله يرضى عليكم 3 قوانين. الطاقة الكامنة الثقلية هي نفسها عمل قوة الثقل، عمل قوة الثقل، تمام، وتساوي إلى الثقل ضرب الارتفاع، دبليو يعني ويت الثقل ضرب اتش الارتفاع. وإذا عوضنا دبليو هي ام بجي بصير ام بجي بي اتش. إيه بدي استخدم هاد ولا هاد ولا هاد حسب ما بيعطوني من المسألة. أعطوني العمل استخدم الأول، أعطوني الثقل والارتفاع بستخدم الثاني، أعطوني الكتلة والتسارع الجاذبية الأرضية والثقل أستخدم الثالث. تمام. مثال رح ناخذ تطبيق. ليكن لدينا جسم كتلته وليكن 2 كيلوغرام، نرفعه عن سطح الأرض، وهو المسافة المرجعية مسافة وليكن 5 متر. يعني ارتفع، كان هون صار هون. تمام. احسب الطاقة الكامنة الثقلية عند هذا الارتفاع باعتبار جي تساوي 10 طبعا متر ثاني ناقص دي. طيب دائما قلنا هلا ثاني شيء احسب عمل قوة الثقل التي تعيده إلى سطح الأرض. تمام. 3 احسب الطاقة الكامنة عند عودته إلى سطح الأرض. قلنا بحل أي مسألة بنكتب المعطيات إجباري. المعطيات يلا تعالوا نشوف شو معطى. M تساوي 2 كيلوغرام، عندي الارتفاع H 5 متر، وعندي جي تساوي شو تساوي إلى 10 متر ثاني ناقص دي. تمام. فبيجي مكتوب قانون اي بي تساوي دبليو وتساوي دبليو اتش وتساوي ام بجي بي اتش. يلا انه بدنا نختار من المعطيات. معي ام ومع جي ومع اتش، اذا نستخدم الاخير. اي بي تساوي 2 ام بجي بي اتش وتساوي 2 ضرب 10 ضرب 5 تطلع 100 جول. 100 جول. طيب هذا الطلب الأول. الطلب الثاني عمل قوة الثقل، بستخدم الثاني. اي بي تساوي عمل قوة الثقل، إذا يقتضي أنه عمل قوة الثقل دبليو تساوي اي بي وتساوي إلى 100 جول. طيب عند سطح الأرض اي بي تساوي ام بجي بي اتش. قديش صار الارتفاع عند سطح الأرض؟ برافو عليكم، 0. إذا 2 ضرب 10 ضرب 0 إذا 0 جول، أي لا توجد طاقة كاملة عند سطح الأرض.